نحن كدولة إسلامية اتخذنا الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع، ومن ثم فإن أي قانون يعارض المبادئ الإسلامية للشريعة الإسلامية فهو معطل قانونا. وأضرب مثلا لمثل هذه القوانين، وهو قانون الزواج الذي حدد من تعدد الزوجات. هذا القانون مخالف للشريعة الإسلامية وهو موقوف. وهناك نية صادقة لتقليل القوانين المصرفية منها بذات. نحن نسعى إلى تكوين مصارف إسلامية بعيدة عن الربا